مع بعض الأسئلة بتاعة الدرس الأول. بس قبل ما نحل الأسئلة دي في شوية معلومات قديمة كده محتاجين نرجعها مع بعض. قال لي لو أنا عندي مثلث أ ب ج قائم في زاوية ب، قال لي يبقى الضلع اللي قصاد الزاوية القايمة اسمه إيه؟ وتر. طيب كان عندك شوية معلومات إن الوتر أ ج أس 2 بيساوي أ ب أس 2 زائد ب ج أس 2. قال لي وممكن نعكس الكلام ده لو قلت لك اثبت ان المثلث أ ب ج قائم، كنت هتروح تجيب الأرقام اللي هي أ ج أس 2 بتساوي أ ب أس 2 زائد ب ج أس 2، وفي الحالة دي كان المثلث هيبقى قائم في زاوية ب. وفي شوية أرقام كده مشهورة للمثلث القائم، يا ريت حضرتك تبقى حافظها. زي مين؟ قال لي 3 4 5 6 8 10 5 12 13. ايه تاني من الأرقام المشهور عندنا؟ 7 24 25 8 15 17. دي كده أرقام مشهورة للمثلث القائم، يعني مش محتاج تقعد تفكر فيهم، يا ريت تبقى حافظهم. طيب قال لي وكان عندي كمان يا مستر مثلث قائم أ ب ج قياس زاوية ج بيساوي 30 درجة. قال لي يبقى الضلع اللي قصاد الزاوية القايمة بيساوي نص طول الوتر، يعني أ ب بيساوي نص أ ج. يعني إيه أ ب بيساوي نص أ ج؟ يعني لو الضلع ده ب5 يبقى الضلع ده ب10. طب الضلع اللي جنب الزاوية ال30 المجاور للزاوية 30 قال لي هيبقى 5 جذر 3. تاني تعال نجرب أرقام تانية. لو قلت لك إن الألف ج ب8 سنتي، قال لي يبقى ألف ب بكام؟ 4. طب ب ج 4 جذر 3. طيب لو جيت قلت لك إن الألف ج ب12، قال لي يبقى الألف ب هتبقى 6 سنتي. طب الضلع المجاور أيوه 6 جذر 3. ممتازين. طيب تعال نشوف آخر واحد. أ ب ج مثلث قائم قياس زاوية ب 45. قال لي يبقى ده مثلث قائم ومتساوي الساقين. لو الضلع ده ب5 يبقى ده بكام؟ 5 وهنا 5 جذر 2. طب لو قلت لك الضلع ده ب10، خلاص تعرف تجيب لي الأضلاع التانية؟ يا مستر، لو الضلع ده ب10 الضلع ده يبقى 5 جذر 2 والضلع ده 5 جذر 2. احفظ معايا الأرقام دي. خلاص بنقسمه على الاتنين ونحط جنبه جذر 2. خلاص وضحت؟ يا رب تكون وصلت. ماشي. كان في معلومة بقى خدناها احنا السنة اللي فاتت، هي كل المعلومات دي انت اخدتها السنة اللي فاتت. قال لي لو انا عندي مثلث أ ب ج و- ولقيت ب د بيساوي نص أ ج، قال لي يبقى قياس زاوية ب بيساوي 90 درجة. يبقى دلوقتي انت حضرتك تعرف ايه؟ ان زاوية ب ب90. يعني قال لي يعني لو لقيت يا مستر سؤال بالشكل ده ب د نص أ ج، يبقى أ ب عمودي على ب ج. خلاص احفظ الكلام ده الله يبارك لك عشان لما نخش في الأسئلة ما تحسش الموضوع صعب. طيب عندك مثلث أ ب ج س منتصف أ ب، س منتصف أ ب وصاد منتصف أ ج. اللي يبقى س صاد يوازي ب ج وس صاد بيساوي نص ب ج. خلاص تمام. يعني لو ب ج ده ب8 سم يبقى س ص بكام؟ 4 سم وكمان يوازي. وضحت؟ ماشي. تعال نشوف برضو كان في معلومة تانية. متباينة المثلث، يا رب تكون فاكر يعني ايه متباينة المثلث. قال لي متباينة المثلث يعني أ ب أي ضلع في المثلث أصغر من مجموع الضلعين التانيين. خلاص طب أجيب الضلعين التانيين إزاي؟ قال لي ما هو المثلث بتاعي اسمه أ ب ج.
هنا قلت لك ألف ب، يبقى الضلع الحرف اللي ناقص مين أو زاوية ج، اللي يبقى ألف ج زائد ج ب. طب لا أنا ما اخترتش ألف ب، أنا اخترت ألف ج، اللي يبقى الزاوية اللي ناقصة مين؟ ب. يبقى ألف ب زائد ب ج. خلاص؟ وضحت متباينة المثلث؟ طيب في متباينة المثلث احنا بنهتم بمين؟ اللي بهتم بعلامة أصغر من، يبقى أنا بهتم بالضلع اللي اسمه ألف ب وألف ج. يا رب تكون واضحة. طيب حالات تطابق المثلث. قبل حالات تطابق المثلث، مساحة المثلث بتساوي إيه؟ نص القاعدة في الارتفاع. خلاص؟ خلاص؟ طيب لو سألتك محيط المثلث ألف ب ج مثلا، بتروح تقول لي ألف ب زائد ب ج زائد ألف ج، يبقى محيط المثلث مجموع أطوال أضلاعه. مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع. ماشي. حالات تطابق المثلث، يعني إيه حالات تطابق المثلث؟ إمتى أقول إن أنا عندي مثلثين شبه بعض بالظبط؟ قال لي لو كل الأضلاع متساوية، المتناظرة متساوية. يعني قال لي تعالى نرسم أي مثلث كده. دول كده مثلثين. عندي هنا ألف ب ج س ص ع. قال لي لو لقيت يا مستر ألف ب بيساوي س ص، وألف ج بيساوي س ع، وب ج بيساوي ص ع، قال لي يبقى المثلثين دول إيه؟ متطابقين. اللي يبقى المثلث أ ب ج يطابق المثلث س ص ع. خلاص؟ والحالة دي اسمها إيه؟ ض يعني الأضلاع المتناظرة متساوية أو متطابقة. طب نستفيد إيه؟ قال لي يبقى الزوايا متساوية، يعني زاوية أ تساوي زاوية س، وزاوية ب تساوي زاوية ص، وزاوية ج تساوي زاوية ع. خلاص؟ طيب الحالة التانية ضلعين وزاوية محصورة. يعني إيه؟ قال لي يعني مش هيكون مديلك ص ع بيساوي ب ج. طب آخر حالة زاويتين والضلع الواصل بينهما. يعني إيه زاويتين والضلع الواصل بينهما؟ يعني أجي أقول لك زاوية ص بتساوي زاوية ب، وزاوية ع بتساوي زاوية ج، وصاد ع بيساوي ب ج، يبقى المثلثين متطابقين. خلاص؟ آخر حاجة وتر وأحد ضلعي قائم. خلاص؟ يعني يكون مديلك مثلث قائم، مثلا مثلث بالشكل ده. مثلث قائم اسمه أ ب ج، أ ب ج قائم في زاوية ب، قائم في زاوية د. خلاص؟ لو جيت قلت لك ب د بيساوي د ج، يبقى المثلثين دول متطابقين، بس أنهي حالة؟ أيوه ضلعين وزاوية الواصلة بينهم. ليه؟ قال لي أصل الضلع ده بيساوي الضلع ده، والضلع ده ضلع مشترك، ودي زاوية محصورة، يبقى ده ضلعين وزاوية محصورة. طيب تعالى كده نغير الكلام ده. لو جيت قلت لك الضلع ده بيساوي الضلع ده، يبقى دول مثلثين ايه؟ متطابقين، بس انهي حالة؟ قال لي وتر، ده وتر بيساوي وتر، وفي ضلع مشترك يعني احد ضلعي القايمة والزاوية القايمة، يبقى وتر واحد ضلعي القايمة. اهم حاجة لو انا عندي اقليدس مثلث أ ب ج قائم في زاوية ب، وجينا رسمنا ب د عمودي، قال لي يبقى الزاوية القايمة اللي هي زاوية ب خارج منها كام ضلع؟ قال لي 3 أضلاع. أدي أول ضلع، وأدي التاني، وأدي التالت. خلاص؟ يبقى عندك كام قانون؟ قال لي 3 قوانين أهو، ب أ أس 2، ب ج أس 2، ب د أس 2. واقفين عند نقطة أ، يبقى أ د في أ ج. طب واقف عند نقطة ج، قال لي يبقى ج د في ج أ.
طب واقف عند نقطة د، قال لي يبقى د ألف في د ج. خلاص نحفظ الله يبارك لك القوانين دي. قال لي آخر قانون ده جاي من مساحة المثلث. احنا قلنا مساحة المثلث نص القاعدة في الارتفاع، يعني مساحة المثلث أ ب ج يساوي نص ب ج في ب أ أهو، نص في القاعدة ب ج في الارتفاع ب أ. خلاص قال لي أو بتساوي نص، ممكن آخد القاعدة تبقى أ ج في الارتفاع د ب. خلاص طيب تعالى نشيل النص ده مع النص ده، يطلع إن ب ج في ب أ بتساوي أ ج في د ب أو ب د. خلاص طيب كل اللي أنا عمال أهري فيه ده وعمالين نتكلم فيه قوانين حضرتك هتحتاجها خلاص قدام شوية في حل إيه الأسئلة، بس لو أنت ذاكرتها من دلوقتي هتحس الهندسة بالنسبة لك كلام إيه سهل جدا. طيب كل اللي فات ده كان حاجات تراكمية. طيب أول درس بقى بيتكلم عن إيه؟ كان بيتكلم إن أنا لو عندي أ ب وتر في الدايرة م وج منتصف، عرفت ازاي انه منتصف؟ قال لي العلامه دي يا اروى معناها ايه؟ منتصف. يبقى ج منتصف أ ب. طيب نستفيد ايه؟ قال لي يبقى م ج عمودي على أ ب. قال لي يعني لو وصلنا الميم بالنقطه ج يبقى ايه؟ عمودي. وخد بالك من الترتيب، يبقى هو اداني منتصف انا رديت عليه بايه؟ بعمودي. خلاص يعني دي كده بما ان، ودي كده لو عايز تكتبها كذا. طيب هنا قال لي لا انا هنا شايف العلامه دي معناها ايه؟ عمودي. قال لي يبقى ا ب وتر في الدايره م وم ج عمودي على ا ب. ده بما ان، يبقى اذا ج منتصف ا ب. يعني ايه ج منتصف ا ب؟ قال لي يعني ج بتساوي نص الالف سوري ب ج بيساوي نص ا ب. يعني لو ا ب ب 12 يبقى ب ج ب 6. ممتازين. اخر حاجه دي كده نظريه في السريع، بيقول لك ايه؟ المستقيم العمودي على اي وتر، يعني هو عمودي من منتصفه وكمان بينصف يبقى يمر بالمركز. طب ما دام مر بالمركز وهو مستقيم اقدر اسميه ايه؟ محور تماثل. خلاص تمام. يبقى محور التماثل هو ايه؟ قال لي هو مستقيم عمودي على اي وتر في الدايره ويمر بالمركز. خلاص ماشي. دي حاجات كده عشان اختر واكمل والكلام ده. تعالى بقى نشوف مع بعض اول ايه سؤال. أول سؤال عندك تعال نشوفه هنا. بيقول لي في الشكل المقابل اثبت أن القطر من القطر أ ب. مش القطر اللي موجود في الدايرة أ ب هو أكبر وتر، يبقى أكبر من، وعايز وتر في الدايرة دي اللي أكبر من أ ج. إزاي أثبت بقى إن أ ب أكبر من أ ج؟ يا مستر حضرتك قلت لي أول ما ألاقي علامة أكبر من أو أصغر من يبقى أنا بروح أدور على متباينة المثلث. تاني، أول ما تلاقي علامة أكبر من أصغر من يبقى بدور على متباينة المثلث. ماشي. وبعدين قال لي استنى بنروح للضلع الصغير، يعني أنا هدور على مين؟ أ ج، وأشوف المثلث اللي فيه أ ج. ممتاز. قال لي يبقى المثلث أ م ج. خلاص. ماله المثلث أ م ج؟ قال لي لو أخدت بالك أ ج أصغر من، يلا مين يعرف يكتب متباينة المثلث؟ قال لي هو ناقص حرف الميم صح؟ اه يبقى أ م زائد م ج. ممتازين. طيب خلصنا أول خطوة. اه بعدين مش عارف. حضرتك يا مستر محفظني جملة، لما تتزنق دور على نص القطر. يعني ايه لما تتزنق دور على نص القطر؟ يعني انا كتبت الجمله دي ومش عارف اكتب ايه تاني في السؤال بتاعي، يبقى هروح ادور على مين؟ نص القطر. مين نص القطر اللي في الدايره؟ اللي م ا بيساوي م ب بيساوي م ج بيساوي نق. ممتازين. طيب وبعدين قال لي خلاص انت عايز ايه؟ انا عايز ان الالف ب اكبر من الف ج، يعني عايز الف ج اصغر من ا ب. اهو ا ج اصغر من ا ب. خلصت؟ خلصت. بس انا مش فاهم. قال لي اصل في سطر في النص
يخليك تبقى فاهم انت عملت ايه، بس انت حليت وخدت درجة. طيب ايه السطر اللي في النص؟ قال لي عندك مشكلة لو كتبت ألف ج أصغر من ألف م زائد، وبدل الميم ج دي كتبت ميم ب، فيها مشكلة؟ لا. ليه؟ قال لي ما هو انت بتقول ان الميم ج بتساوي ميم ب، يبقى فعلا ألف ج أصغر من ألف م زائد ميم ب، يبقى ألف ج أصغر من ألف م وميم ب اللي هو مين؟ ألف ب. وده اللي احنا عملناه. وضحت؟ تعال نجرب تاني. يلا. زي ما احنا متعودين ان احنا السؤال بناخد عليه فكرة واثنين وثلاثة لحد ما تبقى الفكرة بالنسبة لك ثبت. يلا. مين يحل معايا؟ أول حاجة لفتت نظرك، بص يا مستر، العلامة دي معناها إيه؟ متباينة المثلث. ممتاز. اللي يبقى عايزين نحدد المثلث بتاعنا، يبقى المثلث بحدده إزاي؟ قال لي هنروح نبص على النون ألف. أدي النون ألف. النون ألف ده ضلع في المثلث؟ بس هو جزء من ضلع في مثلث. قال لي يبقى المثلث اسمه نون ميم ج. خلاص؟ ماشي يا باشمهندس. فعلوا بقى المثلث نون ميم ج. اللي عايزين الجزء اللي فيه النون ألف يبقى أصغر من، يبقى نون ميم. يبقى هاخد الجزء ده كله. شايف الجزء ده كده كله؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه. ماشي. فعلوا بقى النون ميم. قال لي نون ميم أصغر من، عايزين نكتب متباينة المثلث. قلنا المثلث اسمه نون ميم جيم، يعني ناقصني حرف الجيم. يبقى أصغر من نون جيم زائد جيم ميم. خلاص؟ ممتازين ما شاء الله عليكم. طيب الخطوة اللي بعد كده نعمل إيه؟ مش عارف. لما تتزنق دور على نص القطر. يبقى هروح أدور على نص القطر. مين نص القطر؟ قال لي نون جيم. كده إيه نون جيم؟ معلش ميم جيم. حكم السن حكم السن. يبقى ميم ج بيساوي ميم ألف بيساوي ميم ب بيساوي نق. ماشي يا مستر. بعدين قال لي خلاص أنا حليت كده السؤال، أنت عايز إيه في الآخر؟ عايز نون ألف أصغر من نون ج. طيب بص، ده نون ج صح؟ وده نون ج. إيه الفرق بين هنا وهنا؟ إن هو شال الجيم ميم، يعني شال ميم اللي بطرح نص القطر. يعني إيه بطرح نص القطر؟ اللي يعني شايف النون ميم هشيل منها نص القطر اللي موجود فيها. شايف النون ميم ده كله؟ هشيل منه نص القطر، يبقى هشيل منه ميم ألف اللي تفضل علامة المتباينة زي ما هي. خلاص. شايف النون جيم؟ شايف النون جيم؟ زائد الجيم ميم. هشيل منهم نص القطر. شيل منهم نص القطر. نص القطر اللي هنا اسمه ايه؟ جيم ميم. قال لي يبقى ده هيروح مع ده، وهنا نون ميم ناقص ميم ألف تدينا ايه؟ نون ألف. ممتازين. خلاص يا رب تكونوا وصلت. إيه. طيب ممكن انت تجرب تثبت ان نون ب اكبر من نون د. خلاص. نون ب اكبر من نون د. هساعدك بهنت صغير ان احنا هنخلي المثلث بتاعنا بالشكل ده. خلاص. جرب بقى انت تحلها، وعايز تكتب لي في الكومنتات اكتب، عايز تبعت لي على الواتس ابعت زي ما تحب. خلاص. رقم الواتس 012 7 039 755 6. تمام. عشان لو حد عايز يحل ويبعت او حد عنده اي سؤال تقدر تبعت لي في اي وقت. طب يلا تعالى نحل السؤال ده. طيب احل السؤال ده ازاي؟ اللي فيه شويه جمل كده يا مستر انا حافظها. ايوه زي ايه؟ اللي شايف السين حواليها ايه؟ يبقى س منتصف ب ج. ممتاز. قال لي يا مستر منتصف يبقى اكيد في ايه؟ عمودي. يبقى م س عمودي على ب ج. ممتازين. ايه تاني؟ مستر بص، شايف العلامة دي؟ أيوه. قال لي ده ميم د عمودي على ألف ب. ممتاز. نستفيد إيه؟
قال لي يا مستر حضرتك قلت طول ما في عمودي يبقى في ايه؟ منصف، يبقى د منتصف ألف ب. بص طيب تعالى أقول لك شوية معلومات كده هنحتاجها قدام. ده بما أن إذا بما أن كذا. خلاص. إيه بقى المعلومات اللي أنا هقولها دلوقتي وهنحتاجها قدام؟ اللي بص يا مستر، لما تلاقي اتنين عمودي، عايز لما تلاقي عمودي وعمودي يبقى عندنا حاجة اسمها شكل رباعي دائري. خلاص الدرس ده هناخده أنا عارف آخر درس في المنهج، بس في حاجة أنا عايزك تتعود عليها من دلوقتي. يبقى تاني، لما ألاقي اتنين عمودي يبقى أنا عندي إيه؟ ممتاز، شكل رباعي دائري. يعني إيه شكل رباعي دائري؟ قال لي يعني بيتكون من 4 حروف. ماشي، وإيه تاني؟ قال لي وكل زاويتان متقابلتان مجموعهم 180. خلاص. مش فاهم يا مستر حاجة. قال لي تعالى كده نبص، الزاوية دي ب90 صح؟ هنمسح بس ده عشان تبقى عارف الموضوع واضح شوية. الزاوية دي احنا قلنا بكام؟ 90، والزاوية دي 90، مجموعهم كام؟ 180. يبقى الشكل م د ب س رباعي دائري. ماشي يا مستر، هستفيد منها ايه؟ قال لي هتستفيد منها ان انت تقدر تقول لي قياس زاوية د م س هيساوي 180 ناقص 56 يطلع 124 سنتي. سوري 124 درجة، مفطرتش. ماشي، عايزين طول د ه. ازاي اجيب طول د ه؟ قال لي تعالى نشوف الارقام. ما هو انت ما دام عايز طول د ه يبقى انا لازم اكون مديلك ارقام. قال لي طول نص قطر الدايرة 5 سنتي. فين نص القطر؟ اهو انا اللي هروح ارسمه. م ألف 5 سنتي، وألف ب ب8 سنتي. ألف ب ب8 سنتي. احنا قلنا ده منتصف اهو، ده المنتصف. يعني ايه ده المنتصف؟ قال لي يعني ألف د بتساوي 4 سنتي، ودي عرفناها ب4 سنتي. قال لي يعني احنا عندنا مثلث ألف د م قائم بزاوية ايه؟ د. وعندك الألف م ب5 سنتي والألف د 4 سنتي. يقول لي يا مستر أنا حافظها، يبقى الميم د ب3 سنتي. طب لا ما كنتش حافظها بقى يا مستر، كنت هروح أكتبها كده م د بتساوي الجذر التربيعي 5 أس 2 ناقص 4 أس 2 هتساوي 3 سنتي. بص لو حافظها اكتبها على طول، مش حافظها خلاص هتعمل خطأ. تمام؟ ماشي. طب أنا عرفت يا مستر إن الميم د ده ب3 سنتي، يبقى الدال ه بكام؟ الحتة اللي تحت دي بكام؟ ما هو ميم ه ده كله نص قطر. سلام، لما تتزنق دور على نص القطر. خلاص؟ طيب يبقى هروح اقول له ايه؟ يلا يا باشمهندس هنروح نقول له ايه؟ ممتاز، هروح اقول له د ه هيساوي م ه اللي هي نص القطر ناقص م د، يعني 5 ناقص 3 بتساوي 2 سنتي. ممتازين، ربنا يبارك لكم. طيب السؤال اللي بعده بيقول له في الشكل المقابل م دائرة أ ب يوازي ج د. ماشي. س إيه ده؟ استنى يا مستر استنى. س منتصف أ ب. ممتاز. قال لي منتصف يبقى فيه إيه؟ عمودي، يبقى م س عمودي على أ ب. شطار جدا. طيب وبعدين أعمل إيه تاني؟ قال لي يا مستر حضرتك قلت في يوازي صح؟ اه تعالى نكتب اللي بيوازي ده. ألف ب يوازي ج د. وبعدين مش عارف. خلاص أنا كتبت الجملتين اللي أنا عارفهم، بس مش عارف حاجة تاني. ما احنا خدنا جملة قديمة، تعالى أفكرك بيها.
ألف ب ج د. لو أنا رحت رسمت مستقيم كده، رسمت مستقيم كده وقلت لك المستقيم ده هنا عمودي، تقول لي والله يا مستر الراجل ده لو كمل تحت غصب عنه هيبقى ايه؟ عمودي، صح؟ ماشي. طب اعبر له عن الكلام ده ازاي بقى؟ مم. قال لي يا مستر مش انت بتقول ألف ب يوازي ج د؟ اه. وميم س عمودي على ألف ب؟ اه. يعني ميم س ده لو كمل، يعني ايه لو كمل؟ يعني لو بقى خط مستقيم هيبقى عمودي على ج د. ممتاز. طيب قال لي وكمان انا شايف ان الصاد بتنتمي للميم س. خلاص ماشي. استفيد ايه؟ خلاص خلصت. يعني ايه خلصت؟ قال لي خلاص يعني ميم صاد عمودي على جيم د. ايه ده؟ في عمودي يبقى فيه منصف. ممتاز. قال لي يبقى صاد منتصف جيم د. ممتازين ما شاء الله عليك. طيب تعالى هنا. يلا. ألف ب وتر في الدايرة ميم. ماشي. وألف جيم ينصف زاوية ب ألف ميم ويقطع الدايرة مش عارف إيه. ودال منتصف ألف. إيه ده؟ إيه ده؟ تاني تاني. دال منتصف ألف ب. شكرا يا مستر. هقول له دال منتصف ألف ب. ماشي. نستفيد إيه؟ قال لي يبقى ميم دال عمودي على ألف ب. ممتازين. إيه تاني؟ بس خلاص. مم. أعمل إيه تاني؟ أكتب إيه تاني؟ مش عارف. لما تتزنق دور على نص القطر. طب ما انا مزنوق اهو مش عارف اكتب حاجه. قال لي يبقى هروح اقول له ميم الف بيساوي ميم ج بيساوي نص القطر. فين ميم الف؟ اهو ميم ج. ايه ده؟ ده المثلث ميم الف ج متساوي ساقين. ايوه يعني ايه؟ قال لي يعني قياس زاويه ميم الف ج هتساوي قياس زاويه ميم ج الف. شايف الزاوية دي هتساوي الزاوية دي. قال لي طب ما هو قياس زاوية م أ ج بتساوي قياس زاوية ب أ ج. قال لي خلاص اكتب يبقى بتساوي قياس زاوية ب أ ج. خلاص وضحت؟ يعني أنا قلت إن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. ماشي يا مستر. وبعدين مش عارف. قال لي خلاص د م عمودي على ج م. ايه ده ازاي يا عم؟ ده الميم عمودي على ج م؟ مش فاهم. قال لي مش ده الميم عمودي على ألف ب؟ اه. وهو عايز يقول إن ده الميم عمودي على ج م؟ اه. قال لي غصب عنك وعني لازم يكون ألف ب بيوازي ج م. صح؟ مش هو العمودي على أحد مستقيمين متوازيين لازم يبقى عمودي على التاني؟ طب أنا بقول لك هو عمودي على المستقيمين يبقى لازم المستقيمين دول يكونوا إيه؟ متوازيين. بس أنا مش فاهم برضه هما ليه متوازيين. اللي لا قدر الله لا قدر الله حد فيكم يكون عنده نظر يقول لي بص سمستر أنا قلت إن الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. شايف الخط ده كده والخط ده الخط ده دول عاملين حرف إيه؟ سد. يعني إيه؟ قال لي في وضع تبادل. مين اللي في وضع تبادل؟ قال لي ب ألف ج ب ألف ج أهي الزاوية دي ب ألف ج المفروض أكتبها في سطر لوحدها. وزاوية ألف ج م م ج م ألف ج وميم جيم أيوة وزاوية ميم جيم ألف. شايف الزاويتين دول؟ اه دول في وضع تبادل. خلاص يبقى ألف ب يوازي ج م يبقى ده الميم يوازي ج م. موضوع سهل والله العظيم انتوا اللي بتعقدوه. طب يلا
هنا مستر شايف العلامة دي؟ يبقى د منتصف ألف ب، يبقى ميم د عمودي على ألف ب. ممتازين. ايه تاني؟ ه يا مستر، ه منتصف ألف ج. يا سلام، يبقى ميم ه عمودي على ألف ج. الحمد لله إن أنتوا حفظتوه. وعايز زوايا يا مستر. حضرتك قلت لي لما يعوز زوايا، أنا عندي 2 عمودي أو عمودي وعمودي، يبقى ميم د ألف ه رباعي دائري. خلاص، يعني أقدر دلوقتي أقول لك قياس زاوية د م ه بتساوي 180 ناقص 120 بتساوي 60 درجة. ممتازين. يلا كمل معايا. ها، عرفت يا مستر إن الزاوية دي ب60. مستر كمان قياس زاوية صاد ميم س بيساوي قياس زاوية د م ه بيساوي 60 درجة. قابل بالرأس. ممتازين. باقي آخر خطوة. عايز أقول إن المثلث س ص م متساوي الأضلاع. أهو هكتبها احتياطي: مثلث س ص م متساوي الأضلاع. مم. يا أخي افتكر بقى لما تتزنق دور على نق. أنا اتزنقت. يبقى م ص بتساوي م س بتساوي نق. خلاص. يبقى المثلث س ص م متساوي الأضلاع. ليه متساوي الأضلاع؟ قال لي أصل عنده زاوية ب60 وضلعين متساويين. خلاص؟ ماشي. يلا السؤال اللي بعده. ألف ب وتر في الدايرة م. قياس زاوية د ب25. قياس زاوية ب ألف ج ب40 درجة. اثبت إن ج منتصف ألف ب. دي عمودي؟ لا. ليه لا؟ هو ما قالش. طب أعرف أثبت إن هي عمودي؟ مش عارف. طب أنا مش عارف أكتب أي حاجة. لما تتزنق دور على نق. مش أغنيها؟ لما تتزنق دور على نق. يبقى م د بتساوي م أ بتساوي. خلاص، يعني المثلث م د أ متساوي الساقين. اللي يبقى قياس زاوية م د أ بيساوي قياس زاوية م أ د بتساوي 25 درجة. يبقى أنا عرفت الزاوية دي بكام؟ 25 درجة. خلاص؟ ماشي. اللي يبقى في المثلث الكبير اللي اسمه د ج أ، قياس زاوية د ج أ هيساوي 180 ناقص 25 زائد 25 زائد 40. تطلع بكام يا باشمهندسين؟ 90 درجة. ايه ده؟ يعني الزاوية دي انا اثبتت ان هي في 90 درجة. يبقى امتاز م ج عمودي على أ ب، يعني ج منتصف أ ب. ممتازين. يلا السؤال اللي بعده. دائرتين. قال لي معرفش احل دايرتين، انا اخري دايرة واحدة. انهي دايرة؟ قال لي هنبدأ في الصغير، يبقى في الدائرة الصغرى. ماشي. شايف الدايرة الصغيرة؟ مالها؟ قال لي انا شايف ان الميم ه عمودي على ج د. ممتاز. استفيد منها ايه؟ قال لي يبقى ه منتصف ج د. خلاص، ودي بالنسبة لك كده رقم ايه؟ 1، عشان احنا بنتكلم على دايرتين. طيب تعالى نشوف في الدايرة الكبرى. في الدائرة الكبرى. بص، ايه اللي انت شايفه في الدايرة الكبرى؟ قال لي يا مستر انا شايف ان الميم ه
عمودي على أ ب. ممتاز. طب نستفيد إيه؟ اللي هستفيد إن ه منتصف أ ب، ودي كده رقم إيه؟ 2. طيب هو عايز إيه؟ تعالى نكمل هنا. قال لي هو عاوز أ ج بيساوي ب د. إزاي بقى؟ مش عارف. قال لي تعالى أوضح لك حاجة كده. لو أنا عندي قطع مستقيم بالشكل ده، مش عارف هو ليه الخط الزفت ده، بس يعني مش مشكلة. وقلت لك إن ميم دي في المركز، بلاش ميم، خليها بنفس الحروف. ه في المركز، وجيم ه بتساوي ه د. بتساوي كام؟ أي رقم، 3 مثلا. مثلا أنا بحط أرقام من دماغي. وهنا أ ه بتساوي ه ب بتساوي 5 سنتي. تعرف تجيب أ ج؟ بكام؟ ب2 سنتي. ليه؟ قال لي طرحت 5 ناقص 3. إيه تاني طرحت 5 ناقص 3. يعني أنا هنا لو رحت قلت له بطرح 1 اللي هو الجزء الصغير من 2 اللي هو الجزء الكبير، هينتج إيه؟ قال لي هينتج إن الألف ج بتساوي ب د. يبقى تعالى نكتب دي كده. يبقى أ ج بتساوي ب د. خلاص. يا رب يكونوا خلصوا عشان أنا عايز أنام. ماشي. السؤال اللي بعده. يلا. قال لي يا مستر م د عمودي على ب ج. ماشي. قال لي يبقى د منتصف ب ج. ممتاز. قال لي يا مستر كمان م ه عمودي على أ ج. اهي العلامة دي عمودي. ماشي. قال لي يبقى ه منتصف أ ج. ممتازين. ايه تاني؟ قال لي مستر ايوه، مش ده منتصف وه منتصف؟ قال لي يبقى د ه مالها؟ قال لي بتوازي ب ج. صح. وايه تاني؟ اللي هو بتساوي نصها، خدناها في المراجعة. يبقى د ه بتساوي نص ب ج، تلاقيها في أول الفيديو. لو أنا مديلك مثلث كده وقلت لك س منتصف أ ب وص منتصف أ ج، خلاص. قلت لك لو وصلنا س ص يبقى س ص يوازي ب ج، وس ص بيساوي نص ب ج. أهو ده اللي احنا عملناه هنا. خلاص. بس احنا وصلنا مين؟ د ه تساوي نص أ ب. وضحت؟ ماشي. ايه تاني؟ قال لي عايز اثبت محيط المثلث ج د ه بيساوي نص محيط المثلث أ ب ج. تعالوا نفتكر مع بعض محيط المثلث. أ ب ج هيساوي أ ب زائد ب ج زائد أ ج. ممتازين. طب محيط المثلث ج د ه بيساوي ج د زائد د ه زائد ج ه. طيب ج د يا مستر بيساوي ايه؟ قال لي ج د ممكن اشيله واكتب مكانها نص ج ب. ممتازين. طب ده اله؟ قال لي اهي ده اله نص ب ج. طب ج ه؟ قال لي ج ه نص أ ج. ايه ده؟ حد خد باله من حاجة؟ اللي يبقى محيط المثلث ج د ه بيساوي نص محيط
المثلث أ ب ج، فكل واحد نص اللي فوقه. ها ماشي. طيب دي شوية أسئلة قولية سريعة كده، تلاقيها في اختر. قال لي ده ضلع مشترك صح؟ وميم ألف بيساوي ميم ج بيساوي نص قطر. قال لي يبقى المثلث، ودي زاوية محصورة، يبقى المثلثين دول متطابقين. ليه؟ قال لي عندك ضلع بيساوي ضلع، وزاوية محصورة، وضلع بيساوي ضلع. يبقى أقدر أقول إن المثلث ب م أ يطابق المثلث ب م ج. ماشي يا مستر. قال لي يبقى ب أ هتساوي ب ج، يعني السين هتساوي كام؟ 10. بكام زاوية ص؟ قال لي دي ب 35، يبقى الصاد برضه بكام؟ 35. طب هنا نفس الفكرة، المثلث ده الضلع ده م ج بيساوي م ب بيساوي م أ بيساوي م د. خلاص؟ بيساوي نق. وايه تاني؟ قال لي وهو ايه اللي ج د بيساوي أ ب، يعني الحالة دي برضو حالة تطابق، بس ايه؟ ضاد ضاد ضاد. ماشي يا مستر. قال لي يبقى قياس زاوية ج بتساوي 50، يبقى الدال برضو بكام؟ 50. يبقى السين ممتاز. 80 جبناها ازاي؟ 180 ناقص 50 زائد 50. س تساوي 180 ناقص 50 زائد 50. طيب الصاد بكام؟ قال لي دي زاوية القاعدة تبقى بكام؟ 50 عشان مثلثين متطابقين. آخر حاجة دايرة محيطها، قلت لك لو أنا عندي المحيط بيساوي 8 باي، يبقى نق بكام؟ قال لي هناخد الرقم ده ونقسمه على الاتنين. خلاص؟ يبقى نق ب 8 على الاتنين تطلع 4 سم. طب لو قلت لك المساحة بتساوي 4 باي، اللي يبقى نق بيساوي جذر الرقم اللي موجود عندك، يطلع 2 سم. وضحت؟ ماشي. دايرة محيطها 4 باي، قال لي يبقى نق ب4. طول قطرها 8. طول نص قطر دايرة اللي مركزها نقطة الأصل وتمر بالنقطة -3 و4. قال لي أنت عايز طول نص القطر؟ يبقى ده قانون المسافة. حد فاكر قانون المسافة؟ فرق السينات يبقى 0 ناقص -3 أس 2 زائد فرق الصادات يبقى 0 ناقص 4 أس 2. بص تطلع ب5. أ ب قطر في الدايرة، عايز المركز. خلاص فاكرين الحاجات دي من الترم الأول، مركز الدايرة يبقى نقطة إيه؟ المنتصف. بص قال لي يبقى م هتساوي، ناخد س1 زائد س2 يعني 3 زائد 5 على الاتنين، وناخد ص1 زائد ص2 على الاتنين. 8 على الاتنين فيها ال4، وهنا -4 على الاتنين فيها -2، يبقى المركز 4 وسالب 2. وضحت؟ يا رب يكون واضح. أ ب قطر في دائرة مركزها نقطة الأصل، وأ ب2، يبقى ب بكام؟ أنا بقول لك إن المركز نقطة الأصل، والراجل راح مشي هنا 2 عشان يروح لأ، يبقى لازم يمشي الناحية التانية كام؟ -2، يبقى المركز بتاعك -2 و0. خلاص؟ ممكن برضه أجيبها بقانون المسافة. نراجع تاني قوانين المركز والكلام ده كله. أدي أ م ب. خلاص؟ طيب قلنا لو إحنا عايزين الميم بنعمل إيه؟ س1 زائد س2 على الاتنين، ص1 زائد ص2 على الاتنين. طب لو أنا عايز الألف، بص المركز اللي هو كان س وص، السين بتبقى س1 زائد س2. طب عايز الألف، قلنا بناخد المركز ونضربه فين؟ في 2 ناقص ب ناقص الآخر. خلاص؟ وناخد المركز اللي هو 2 ص على نخليها ناقص س2. دي قوانين الترم الأول، المفروض إن أنت فاهمها، أنا بس مجرد ما أفكرك بيها المفروض تبقى افتكرتها. ص 2.
مثال سريع. اديت لك النقطة دي 2 و4 واديت لك النقطة دي 5 و3. عايز نقطة ألف. اللي يا مستر هاخد المركز واضربه في 2 يبقى ألف هتساوي 2 في 2 ناقص الألف اللي هناك 5. وامسك الصاد بتاعتها يبقى 2 في 4 ناقص الصاد بتاعت الب. يبقى نقطة ألف 2 في 2 ب4 ناقص 5 سالب 1. 2 في 4 ب8 ناقص 3 5. يبقى ألف هتبقى سالب 1 و5. خلاص؟ قلت أفكرك بس بالبتاع وخلاص. وتر طوله 8 سم مرسوم داخل دائرة طول قطرها 10 سم. يبقى نص القطر كام؟ بكام؟ 5 سم. طب الوتر ب8 يبقى نص الوتر بكام؟ 4 سم. يبقى أنا عندي مثلث قائم فيه 5 4 3. خلاص؟ مش محتاجة دي والله العظيم. هتلاقيها حليناها كتير قبل كده. وحليناها في الحصة 3 4 مرات. ادي مين؟ ادي الوتر ألف ب. بيقول لك ألف ب 8 سم. قال لي يبقى الجزء ده كده بس بكام؟ ب4. نص القطر بكام؟ ب5. عايز البعد ده، البعد العمودي ده بكام؟ 3 سم. خلاص؟ طب لو سألتك الحتة اللي تحت دي بكام؟ 2 سم. قمت